السلام عليكم. أبناء الأندلس ما كدبوش خبر وبيحصدوا اللقب السابع ليهم من أصل 7 نهائيات لأبوها. اشبيليا رجعت في الماتش اللي معرفش يقتلوا روما، لا بالعكس دول كالوا هدف عكسي من مانشيني خلى اشبيليا ترجع للماتش تاني. لكن بالرغم من عودة اشبيليا في الماتش ما قدروش برضو يكسروا كبرياء مورينيو في منظومته الدفاعية اللي كانت قافلة بشكل كويس. لكن الجدار بونو اللي يعتبر من افضل الحراس في العالم حاليا ان لم يكن الافضل تكفل بالموضوع ده وقال لهم عندنا دي يا رجاله انا اللي هجيب لكم البطوله. روما كان مميز في الشوط الاول، كان احسن من الشوط الثاني وتقدم بجون من باولو ديبالا برغم عدم جاهزيته للماتش، وكانوا يقدروا يزودوا او يسجلوا اكتر ويضاعفوا الاهداف لكن فشلوا في ده. بعدها رجع الفريق الاندلسي انه ينظم الماتش زي ما هو عايز ويتحكم في المباراه ويقدموا ماتش من اروع الماتشات ليهم. في الحقيقه ما كنتش متوقع مجاراة روما لفريق اشبيليا حتى في الاشواط الاضافيه، وانهم يفضلوا صامدين كده ومتعادلين لحد اخر دقيقه ويوصلوا ضربات جزاء، لان موسم روما السنه دي التشكيله فيه كانت شبه ثابته بسبب كثره الاصابات وكانت كل شويه التشكيله بتتغير، لكنهم وصلوا لحد ضربه الجزاء وده في حد ذاته انجاز ويستحقوا الاحترام عليه. فوز اشبيليا وتتويجها بالدوري الاوروبي بيعود الفضل فيه لياسين بونو الحارس العالمي، وكمان بسبب قله جوده مسددين ركلات الجزاء في روما، واللي بصراحه مش فاهم ايه معيار اختيارهم اصلا. يعني في الحقيقه البطوله دي بتحبذ او بتحب دايما نادي اشبيليا الاندلسي زي ما تكون كده حبت ان هي تفضل عندهم. وطبعا اللي هيكسب يونايتد بثلاثيه وهيطلع يوفنتوس فطبعا يستحق ان هو يتوج بالبطوله دي. كنت عايز اقول برضو الف مبروك للنصيري والياسين بونو تتويجهم بالبطوله الغاليه دي، وجود لك المستر مورينيو في محطته اللي جايه، واعتقد ان البقاء في روما هيكون غير مرجح ليه بعدين. في الحقيقه لو بصينا لمشوار اشبيليا للنهائي ومشوار فريق روما هنلاقي ان اشبيليا فعلا يستحق التتويج بالبطوله، لان روما في الحقيقه ما لعبتش فريق كبير او فريق صعب يعني مقارنه بالفرق اللي قابلتها اشبيليه في مشوارها. يعني اشبيليا طلعت يوفنتوس وطلعت مانشستر يونايتد اللي طلعت برشلونه، فمتهيألي في طريقها اصعب من روما اللي تقريبا لعبت باير ليفركوزن وصعدت منها بالعافيه، فاعتقد ان اشبيليا هي اللي كانت تستحق. بس في النهايه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وبس كده. سلام.